أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي أنه يرفض كل العروض المقدمة لنجمه فيليب كوتينيو. ليفربول وبعدما رفض في وقت سابق عرضا من النادي الكتالوني ب100 مليون يورو، أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه بقاء اللاعب مع الفريق الأحمر، واضعا بذلك حدا لكل الشائعات التي تتحدث عن اقتراب رحيل النجم البرازيلي هذا الصيف. من جهته أوضح مدرب ليفربول يورغن كلوب أن لاعب الوسط فيليب كوتينيو غير جاهز للمباريات المقبلة بسبب الإصابة، مؤكدا أيضا أن اللاعب باق مع النادي. كوتينيو غير جاهز لأنه مصاب على مستوى الظهر وهو لم يتدرب منذ الجمعة الماضية. للأسف هو غير جاهز حتى لمباراة يوم الثلاثاء. أعتقد أنني قلت لكم هذا من قبل، لكنني الآن كبرت في السن، حيث وصل سني 50 هذا الصيف. قد أكون بدأت في النسيان. إذا قال المالك أن كوتينيو سيبقى مع النادي هذا يعني أنه سيبقى، ومرة أخرى لا يوجد عندي أي شيء أضيفه. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة بدأ بالفعل المفاوضات مع توتنهام لأجل التوقيع مع الدنماركي كريستيان إريكسن بعد فشل التعاقد مع البرازيلي كوتينيو وإصرار ليفربول على رفض عرض النادي الكتالوني. ووضع نادي برشلونة الإسباني الدنماركي إريكسن بديلا محتملا لكوتينيو لتعزيز خط وسط ميدانه والبحث عن من يقدم الإضافة في هذا المركز، خصوصا بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان. يذكر أن الدنماركي كريستيان إريكسن أمضى 5 سنوات مع توتنهام قادما من نادي أياكس أمستردام. أكد ماوريسيو بلغرينو مدرب ساوثهامبتون قبيل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد سوانزي سيتي، أكد أنه سعيد بوجود لاعبين مهمين، خاصة لاعب الوسط الجابوني ماريو لومينا القادم من نادي يوفنتوس. يان بيدناريك لاعب شاب ولديه كل الإمكانيات للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد اجتهد كثيرا حتى الآن ليصل إلى هذا المستوى. بالنسبة لماريو لومينا فهو قادم من أكبر الأندية في العالم، ونحن سعداء بوجود لاعبين من هذا المستوى سيساعدان الفريق هذا الموسم. أفادت مصادر صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد سيوقع عقدا جديدا للاعبي إسكو بعد مباراتي السوبر الإسباني بشروط جزائية جديدة. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد سيضع في عقد إسكو شرطا جزائيا يصل إلى 700 مليون يورو من أجل فسخ العقد، حدد ب4 مواسم مع موسم إضافي اختياري. وقالت الصحيفة أن النادي الملكي يسعى لحماية نجومه بشروط جزائية كبيرة، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الأندية تسعى لجلب خدمات إسكو بعد تألقه اللافت مع النادي في الفترة الأخيرة. أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن النجم البرازيلي نيمار بات مخولا للعب في مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد غانغون بعد أن حصلت الرابطة على الوثيقة الإدارية التي تسمح بجعل عملية انتقاله رسمية. وأكدت رابطة الدوري الفرنسي جاهزية نيمار للمشاركة لأول مرة مع باريس سان جيرمان في مباراة غانغون المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. وكان الاتحاد الفرنسي أعلن حصول باريس سان جيرمان على إفادة الانتقال الرسمية. نهاية فقرة ميركاتو، عودة إلى إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى الطبعة الأولى من بي إن سبورتس الإخبارية في قطر. ونبدأ من الصحافة البريطانية التي واكبت انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، حيث عنونت الديلي ميل أوليفيا جيرو ينتزع النقاط الثلاث لأرسنال العنيد. الصحيفة تقول إن أرسنال بفضل تصميمه استطاع العودة من بعيد لأجواء اللقاء الذي كان يتأخر فيه حتى الدقيقة 83
حين منح رامسي هدف التعادل، وبعدها بدقيقتين أهدى أوليفيه جيرو هدف الفوز لأرسنال ليمنحه أول 3 نقاط. وأضافت الصحيفة أن فوز الجانرز الصعب الذي جاء في غياب إليكسيس سانشيز لم يكن ليتحقق لولا إصرار أبناء المدرب أرسن فينغر وعنادهم لأجل خطف الفوز من ضيفهم ليستر سيتي الذي ظهر بشكل مغاير عما بدا عليه في الموسم الماضي. بدورها عنونت الجارديان جيرو يجنب أرسنال السقوط على أرضه أمام ليستر سيتي. الصحيفة أشادت بأداء النجم أوليفيه جيرو الذي جعل أرسنال يبدأ موسمه على أحسن ما يكون بتسجيل هدف الفوز الثمين في مباراة صعبة أمام ليستر سيتي الذي كان خصما قويا وكان قاب قوسين أو أدنى من إلحاق الهزيمة بمستضيفه، لكن رامسي أدرك التعادل ليمهد الطريق أمام جيرو لتحقيق هدف الانتصار. إلا صحيفة ليكيب الفرنسية التي عنونت نيس يسقط أمام تروا في إشارة لخسارة نيس أمام تروا في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بهدف لهدفين بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام سانت تيان بهدف وحيد. وقالت الصحيفة أن نيس ظهر بصورة مغايرة لتلك التي ظهر فيها في الموسم الماضي كمنافس قوي على اللقب، لا سيما في بداية الموسم، ما يشير إلى ضعف في تحضيرات الفريق وما ينذر أيضا بموسم أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه سيكون صعبا على نيس. دي ماريا يثير اهتمام البرشا، عنوان نقرأه في صحيفة سبورت الإسبانية. الصحيفة الكتالونية ذكرت أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي يلعب في صفوف النادي الفرنسي باريس سان جيرمان قد يأخذ الطريق المعاكس لنيمار ويصبح بديلا له في برشلونة، حيث قالت الصحيفة أن النادي الإسباني مهتم باللاعب الأرجنتيني رغم أنه من الواضح أن لديه خيارات أخرى في الوقت الراهن، وأن العلاقة بينه وبين باريس سان جيرمان ليست في أفضل حالاتها. كما أضافت الصحيفة أن مصلحة برشلونة مع اللاعب الأرجنتيني كانت دائما موجودة والآن تعززت بعد رحيل البرازيلي نيمار، ولا بد لبرشلونة من سد الفراغ بلاعب مثل دي ماريا. نتحول إلى صحيفة بيلد الألمانية وفيها نقرأ ديمبلي يضخ المزيد من الأموال إلى دورتموند. الصحيفة تقول أن دورتموند دفع 15 مليون يورو في العام 2016 ليضم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوفه من رين الفرنسي، وقيل حينها أن النادي الألماني أنفق الكثير من المال للاعب يبلغ من العمر 19 عاما، وبعد عام واحد فقط ينتظر النادي الفرنسي أن يباع ديمبلي ب10 أمثال سعره حين باعه لدورتموند، لأن رين وحسب العقد الذي أبرمه مع دورتموند عندما باع ديمبلي سيتلقى حصة من إعادة بيع اللاعب لناد آخر. وترجع الصحيفة سبب مبالغة دورتموند برفع سعر ديمبلي لهذا السبب. من الصحافة العالمية ننتقل إياكم إلى أبرز ما جاء في الصحافة العربية، ونبدأ من استاد الدوحة التي عنونت معتز برشم إلى نهائي الوثب العالي. الصحيفة أشادت بتأهل القطري معتز عيسى برشم إلى نهائي مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن. وقالت الصحيفة أن برشم حامل فضية أولمبياد ريو 2016 والمرشح لنيل الذهبية في بطولة العالم اجتاز التصفيات بسهولة مسجلا الرقم المطلوب وهو 2.31 مترا سنتيمترا. ونقلت الصحيفة عن برشم قوله تحضيراتي ممتازة ومدربي راض عن الأداء، الطقس ساعدنا في غياب الأمطار فكانت الأرضية جافة. هدفي الأول هو نيل الذهبية، بعدها أفكر في تحطيم الرقم العالمي، هذا المكان مميز لي، هنا أحرزت ميداليتي الأولى في الألعاب الأولمبية وربما سيجلب لي الحظ. ننتقل إلى صحيفة هيسبريس الإلكترونية المغربية وفيها نقرأ وزير الرياضة البنيات التحتية للمملكة مؤهلة لتنظيم مونديال 2026 بإشارة إلى حديث رشيد الطالب العالمي وزير الشباب والرياضة المغربي الذي عبر عن استعداد المغرب لاستضافة نسخة نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد أن أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا تقدمها بملف الترشح الرسمي لنيل شرف تنظيم المونديال.
وأضافت الصحيفة نقلا عن رشيد الطالبي أن المغرب يملك حظوظا أكبر لاحتضان الحدث لما يتوفر عليه من بنية تحتية مرتبطة أولا بالملاعب الكبرى لكرة القدم التي ستشهد بعض الإضافات التي ستتم دراستها في قادم الأيام، إضافة إلى التطور الكبير الذي تعرفه المملكة على مستوى شبكات الطرق والاتصالات.